علي اسمعك بسمع غيرك. حملة عاصفة الجزيرة التي ألحقت بداعش خسائر فادحة على أيدي مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وما زالت تزحف حتى القضاء على كل جيوب الإرهاب الباقية. يخيم الظلام وما زالت أعين المقاتلين ساهرة يترقبون للتقدم إلى أهدافهم. لحظات وتندلع المعركة وتعلو أصوات البنادق هدوء الليل. قرية الخوبرة، وهي هدف قوات سوريا الديمقراطية للتقدم نحوها وتحريرها، التي يتحصن فيها مقاتلو داعش الإرهابي. يمضي المقاتلون ليلتهم قتالا، كلهم عزيمة بتحرير القرية. يشق نور الصباح على انتصار جديد للمقاتلين، فيسرع أهل القرية للعودة إلى قريتهم بعد خروجهم منها ليلة أمس. وهنا مقاتل ينذر من أي خطأ كي لا يتأذى أي مدني عند رجوعه. المدنية جاي يعدون لا يضربون المبار. المدني ايش بدنا فيها؟ تمام سلافري. أما بالنسبة لعلي فبعد تجوله مع أهل القرية وخاصة أطفالها يعود ليؤكد أن قواته ستتقدم لتحرر كل شبر. متمركزين بقرية خويبيرة. امبارح بالليل حررناها، وطبعا الأهالي كثير مبسوطين، والأولاد والنساء والكل مبسوطين بجية قوات سوريا الديمقراطية. طبعا اليوم بدنا نتقدم في كمان قدامنا بعض في قرى في مزارع، وطبعا معنويات رفقاتنا كثير عالية، والرفاق كمان نحن هلا بجاهزية، يعني الليلة راح نمشي وراح نخلص إن شاء الله الأهالي، كل أهالي هالمنطقة هاي للدشيشة راح نخلصها من مرتزقة داعش. أما خسائر داعش فالنتيجة واضحة للعيان. تغمر الفرحة قلوب أهالي القرية بعد خلاصهم من حقبة مليئة بالآلام، وتعود الابتسامة إلى وجوه أطفالها. الأمان هو كان حلم لأبناء هذه القرية، وهذا ما يوضحه أحد أبنائها. الحمد لله رب العالمين تغير، صرنا حسينا بأمان، والأمان يعني هو يعني نعمة كبيرة، يعني خلك من أي شيء. الحمد لله من جو يعني راح الخوف، راح شوية ريحنا انفسنا. والله العظيم وصلوا علينا بلين، الشباب ينجوا بلين من وصلوا. أنا ما يعني صايم، هسه صايم والله العظيم، البارح ما فطرت. استراحة لم تطل كثيرا حتى يعود مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية إلى الاستعداد لمعركتهم المقبلة.